اللي معاك بجسمه بس ما ينفعش تسميه شريك، لازم يكون معاك بجسمه وروحه وعقله. عن الخيانة النفسية، التعلق بحد تاني في الخيال، ولما الشريك يبقى موجود بالجسد بس غايب بالروح. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من أسرار شخصية. المشكلة الأولى، بيكلمني وهو سرحان، بيكلمني وهو مش معايا، بيقول لي كلام بس عينه مش بتلمع، وأنا بتكلم بيرد بس رده بارد قوي. كل حاجة فيا بتقول لي إن أنا مش في باله حتى وأنا جنبه. فريدة 37 سنة، متجوزة من 11 سنة. جوزها اتغير، ما بقاش زي الأول، لا في الكلام ولا في النظرات ولا في الاهتمام البسيط. كل يوم يقعد معاها بس كأنه قاعد بجسمه بس، ما بيسألش، ما بيبصش، ما بيسمعش، وحتى لما بتتكلم يرد وهو سرحان. بتقولي أنا حاسة إن في حد في دماغه بس مش عارفة مين، ولا عارفة أواجهه ولا أنكر إحساسي. هو مش بيخوني بجسمه يا دكتورة، بس روحه مش معايا. هو ينفع يبقى بيخوني بروحه؟ هو طبعا ده نوع من الخيانة النفسية، وهي لما الشريك يحتفظ بمشاعره أو خياله أو اهتمامه لشخص تاني حتى لو ما حصلش بينه وبين التاني أي علاقة حقيقية. المشكلة فين؟ المشكلة إن الإهمال العاطفي ده بيوجع أكتر من الخيانة الجسدية أحيانا، لأنه بيوصل إحساس عميق بعدم الأهمية. طب نحلها إزاي؟ الهدوء في المواجهة. أنت موجود بس أنا مش حساك. لازم يحصل حوار حقيقي عن البعد، عن السرحان، عن الفتور. لو في طرف تاني في الخيال لازم القرار يبقى واضح، يا نرجع زي الأول يا نفهم احنا رايحين على فين. اللي معاك بجسمه بس ما ينفعش تسميه شريك، لازم يكون معاك بجسمه وروحه وعقله. راجعوا نفسكم، ما تسكتيش ولا تسكت لما يكون الشريك مش معاك. المشكلة التانية، أنا بحبه بس كل يوم بسرح في حد تاني. قالت لي ما بخونهوش، بس لما أكون زعلانة منه بفتكر حد تاني كنت بحبه زمان، مش بكلمه بس قلبي بيروح له. هي دي خيانة؟ منى عندها 34 سنة، متجوزة من 6 سنين. بتقول إن جوزها إنسان محترم بس ما فيهوش الحنية اللي بتدور عليها. قبل ما تتجوزه كانت بتحب حد تاني، والظروف ما خلتش إنهم يتجمعوا وكل واحد راح في طريقه. بس أوقات لما بتزعل مع جوزها بتسرح وتفتكر القديم وتقارن، وبتقولي بقول لنفسي لو كنت كملت معاه كنت هبقى مبسوطة أكتر من كده. أنا مش بخون بس قلبي بيروح في حتة تانية أوقات كتير، وأرجع تاني أحس إني مكسوفة من نفسي وأقول هي دي خيانة يا دكتور؟ دي خيانة ذهنية. يعني إيه؟ يعني بنتعلق عاطفيا بشخص من الماضي أو الخيال من غير ما يحصل تواصل فعلي، لكنها خيانة صامتة داخلية مفيش عليها عقوبة، لكن مؤشر إن في حاجة ناقصة في العلاقة الحالية، وده مؤشر خطير. الحل إيه؟ الحل نواجه النفس أولا. هو أنا مشبعة عاطفيا؟ أنا راضية عن العلاقة دي عاطفيا؟ ولا أنا عايش على ذكريات الماضي؟ لو العلاقة الحالية ما فيهاش احتياجك اتكلمي، وادي للشريك فرصة يفهم ويقرب ويحاول يلبي احتياجاتك. القلب اللي بيروح لحد تاني حتى لو في الخيال بيبقى محتاج يسمع ويتحب بصدق علشان يثبت مكانه. اتكلموا مع بعض قبل ما كل واحد اللي بيروح له بخياله بكرة يروح له كله على بعضه. المشكلة الثالثة، بتقولي هو بيخبي حاجات وحاسة انه مش صريح. قالت لي مش بيخوني بس بيخبي، مش بيرد على مكالمات بسرعة، بيمسح الشات والمسجات اللي بتجيله ويقول لي مفيش حاجة، انا مش خاين بس انا بقولك. هو برضو مش نظيف. اسمها ندى، عندها 35 سنة ومتجوزة من 8 سنين. بتقولي جوزي دايما معاه تليفون وبيضحك كتير مع زمايله البنات، وكل ما اساله انت بتخبي حاجه يقول لي انت شكاكه. انا ما عنديش دليل بس تصرفاته كلها بتقول ان في حاجه مش طبيعيه. مش لازم يكون بيخوني بس كذبه الصغير ومسحه للمحادثات بيكسر ثقتي فيه كل يوم. اعمل ايه يا دكتور؟ انتي في حاجة اسمها الخيانة الرمادية. الخيانة الرمادية يعني ايه؟ يعني افعال مش خيانة صريحة لكن فيها غموض، فيها تلاعب، فيها خداع بسيط، وممكن تتحول الخيانة لحقيقة على فكرة في اي وقت لو ما تواجهتش تحط لها حدود من النهارده. الشك بيبدأ صغير بيكبر مع الوقت وبيخلي الطرف التاني يعيش في خوف وغيرة مستمرة. لازم يحصل حوار حقيقي. قولي له أنا مش هتهمك بس أنا محتاجة أصدقك. لو الشك مستمر لازم نفكر هل إحنا في علاقة شفافة فعلا ولا لأ، ولا كل حاجة في العلاقة دي مبنية على التبرير والهروب. الخيانة مش دايما خيانة جسد، ساعات خيانة روح، مشاعر وثقة، وده كمان بيوجع
زيه زي الخيانة أوقات أكتر بكتير. فريدة كانت عايشة مع جسم وروحه مش عندها. منى كانت بتحب بس قلبها بيهرب منها. وندى كانت بتتعامل مع شبح شك كل يوم بيكبر. الخيانة مش لازم تبقى واضحة، أوقات بتستخبى ورا صمت، ورا سرحان، ورا خيال بيروح لحد تاني غير اللي قاعد معايا. العلاقة مش جسد وبس، العلاقة قلب، عقل، صدق، وضوح، وحب ما يعرفش يسرح ولا يخبي. قولوا لبعض أنا هنا بجسمي وبقلبي، ومش هسيبك تدور عليا وأنا قاعد جنبك. لغاية هنا خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في لقاء جديد من برنامجكم أسرار الشخصية مع أمنية.